بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البطه ديت، وهنجهز فطارنا مع بعض. اولا انا عندي البطه بتاعتي غسلتها ونضفتها زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، بالخل والملح والليمون لغايه ما طلعنا الزفره منها نهائي. بعد كده عندي بصلايه متوسطه، نزلت عليها بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وامسك البصلايه بتاعتي ادعكها كده لغايه ما تدبل في ايدي بالشكل ده. بعد كده بجيب البطه بتاعتي وببدا انني احشي بين الجلد واللحم بالشكل دوت البصله بتاعتنا، ونبدا ان احنا نتبل البطه من البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ابدا بقى ادعك البطه من بره ومن جوه بالبصله بالطريقه ديت. الخطوه ديت يا بنات بتفرق تماما في طعم البط، بتبقى جميله جدا جدا، وبتخلي البط ليه يعني بيبقى طعمه حاجه تانية خالص. بعد كده بكتف البطه بتاعتي، وبعدين عندي حله على النار حاطه فيها ميه وسبتها الميه لغايه ما تسخن. بعد كده هنزل فيها بورقتين من اللورا وقرن فلفل، وبعد كده واحده من اللومي وجزر وبصل وفص من الثوم وفصين من او حبتين من القرنفل دوت ليه فوائد كتير جدا، وفي نفس الوقت برضو بيخلي لها طعم وريحه جميله قوي. بعد كده بغطي الحله بتاعتي واسيبها على النار لغايه ما الميه تغلي. تعالوا بقى نعمل مع بعض شويه خضار مع بعضنا. اول حاجه عندي بصلايه متوسطه ومخرطاها ناعم، ونزلت عليها بمعلقه من الزيت ومعلقه من السمن. بعد كده هبدا انني اشوح البصله بتاعتي لغايه ما تاخد اللون الوردي، وبعدين هنزل عليها بمعلقه صغيره من الثوم المهروس، وابدا انني اقلب في البصله بتاعتي لغايه ما تاخد اللون الوردي. لما توصل معايا للمرحله ديت هبدا انزل عليها بنص كيلو من الطماطم المعصوره. طبعا انا معصره الطماطم ومصفيها. وبعد كده بقى ابدا انني اقلب البصله مع الطماطم بالشكل ده. بعد كده نزلت عليها بشويه صغيرين من الزعتر، ونص معلقه من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من الكمون، وشويه من الملح، ورشه من السكر عشان حمر الطماطم. بعد كده بقى ببدأ اقلب التوابل بتاعتي في الطماطم بتاعتنا، وبعدين بغطي الحلة بتاعتنا واسيبها لغاية ما الصلصة بتاعتي تبدأ ان هي تشكشك كده ببعضها شوية. تمام كده. تعالوا بقى نروح نشوف المية اللي احنا هننزل فيها البطة بتاعتنا. المية خلاص بدأت ان هي تغلي، نزلت البطة بتاعتي وهنزل بقى بقية الحاجة بتاعت البط. تمام كده. بعد كده بقى بسيبها لغاية ما تخش على مرحلة الغليان، وبنغطي عليها ونسيبها مع نفسها كده. بعد كده هنحط عليها شويه من الفلفل الاسمر، ونزلت عليها بمعلقتين من الملح. الملح يا جماعه بتحطيه مع البطه قبل ما تتسلق عادي خالص. اول ما بتنزلها في الميه السخنه تحط معاها الملح، بتدي لها طعم تاني خالص، وبتخلي طعم الملح بيطعم اللحمه بتاعه البطه. تمام كده. بعد كده بقى نشوف الصلصه بتاعتنا بدات ان هي تتسبك مع في بعضها. هي نزلت عليها بالبطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بديها تقليبه واسيبها بقى لغايه ما تستوي. شوفوا بقى البطه بدات ان هي تغلى. هي ابدا ان انا احوش الريم اللي على الشوربه بتاعتها بالشكل ده. انا بنضف طبعا الريم دوت عشان خاطر الشوربه بتاعتها تبقى رايقه، وفي نفس الوقت يبقى الشوربه بتاعتها تبقى حلوه كده وكويسه، ما يبقاش على وشها اي حاجه. تمام. بعد كده بقى تعالوا نشوف الخضار. بصوا انا ببقى انزل البطاطس في الخضار في الصلصه يا ربي قبل ما ازودها ميه، عشان خاطر ان البطاطس تطعم كده من يعني تاخد من طعم الصلصه. وفي نفس الوقت برضو انا بزود الميه بتاعتي على مرحلتين عشان خاطر ان الخضار بتاعي يبدا يتشرب من الصلصه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا وصلت معايا لمرحله السوا كده. اول ما بتوصل لمرحله السوا ببدا بقى ازود الميه اللي هو حبه الميه الاخاره اللي انا هزود بهم الخضار. بصوا مستوت معايا خالص تماما اهي. بزود اخر شويه ميه وخلاص على كده، واسيبها تاخد غلوه وبقفل عليها. بس كده بقللها تقليبه بعد ما بنزل عليها الميه بتاعتها، وبعد كده بتاخد غلوتين، وبعد كده خلاص بنقفل عليها بقى، وبتبقى كده خلاص انتهى الخضار معانا بالشكل ده. بصوا ما شاء الله مستويه البطاطس، مستويه في الخضار، وفي نفس الوقت برضو لون البطاطسية نفسها متشربه من الصلصه.
عشان احنا زودنا المية على مرحلتين. تعالوا بقى بصوا شوفوا الشوربة بتاعت البطة شكلها عامل ازاي، جميلة ما شاء الله. والله الطريقة ديت تحفة. كده البطة بتاعتي مستوية تماما والشوربة معايا جميلة قوي. بعد كده هطلع البطة من الشوربة واخدها حطيتها في الصينية. وبعد كده بقى هنعمل لها خلطة حلوة قوي. هنبدأ بقى ندهن البطة بيها عشان خاطر ندخلها بقى تحت الشواية ونديلها لون جميل قوي. انا عندي معلقة من الصلصة ونزلت عليها بمعلقة من العسل الاسمر وعصرة ليمون. العسل يا جماعة ما تخافوش منه، مش هيغير حاجة في طعم البط. بعد كده هننزل عليها بشويه من الملح، وانزل عليها بشويه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الزيت، وابدا انني اقلب التتبيله بتاعتي دي كويس جدا وادخلها ببعضها بالشكل ده. وبعد كده بقى ببدا اجيب البطه بتاعتي، وقبل ما ادهنها كده بفتح الصدر بتاعها زي ما انتم شايفين كده بالسكينه بتاعتي، عشان خاطر البطه بتاعتي او الصدر يحمر مع البطه وفي نفس الوقت يبقى ناشف في الحمار كده ويديني شكل حلو. بصوا بعد كده بقى بعد ما دهنتها بدخلها تحت الشوايه وبتاخد اللون الجميل ده معايا. ايه رايكم بقى؟ لو وصلتوا معايا لغايه هنا اعملوا لنا لايك. بعد كده بقى كده بقى جهزنا الفطار بتاعنا، البطه بتاعتنا الجميله ديت، وعندي الرز، وكان عندي كده رغيف عيش حمصته وفردته عليها، والشوربه والسلطه. وده كان فطارنا النهارده. يا رب يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا حاجه من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.